لقينا اللي بندور عليه من 5 أيام فاتوا. لقينا المفتاح في وسط كتب في المكتبة اللي في البدروم، بس الغريبة إن المفتاح شكله مختلف. هو عبارة عن رسمة حروف متشبكة في بعض، بارزة وواخدة شكل نجمة خماسية. فضلنا ربع ساعة بنحاول نركب المفتاح، لأن لازم الحروف البارزة تدخل في الحروف المنحوتة على الصندوق. واحنا بنركب المفتاح قعدنا ندردش شوية. شفتوا بقى كان كلامي صح من الأول؟ ايه لازمة بقى المرمطة والسفر؟ حصل خير يا مينا، المهم ان احنا لقينا المفتاح. بس العجيب يا اخي، الشيخ اللي مات والتاني اللي طردنا. طب الشيخ اللي مات ده مات ليه؟ ايه اللي حصل؟ اكيد ده نصاب ومش عارف يفتحه وقال تعويذة غلط، واحنا ما حصلناش حاجة غير هو اللي اتحرق وغار في داهية. وفجأة الصندوق طلع نور غريب لونه ازرق، والارض بدأت تتهز من تحتنا، كانت هتوقعنا. وجات اللحظة اللي الصندوق فتح فيها. اول ما الصندوق فتح طلع منه دخان خفيف كان لونه ازرق، كنا هنتعمي منه ونفسنا راح خالص. بس بعدها بشوية الدنيا اتظبطت وفتحنا الصندوق. كان في ورقة لونها بني او جلد ارنب، مكتوب فيها كلام وحروف ورسوم غريبة. بس الورقة مكتوب فيها حاجة وإشارات على إن اللي جوه الصندوق دي خريطة. الخريطة كانت آخر الصندوق. طلعنا الخريطة وفتحناها. إيه ده؟ إيه الخريطة دي؟ لحظة بس يا عماد، في علامات عليها ومش مبينة حاجة خالص. يعني المطلوب مننا إن احنا ندور على الأماكن دي؟ طب هنلاقيها إزاي وهنروحها منين علشان نحل اللغز ده؟ طب احنا مش عارفين الأماكن دي فين أصلا. دور كده يا عماد في الورقة على أي حاجة ترشدنا على طرف الخيط. إيه ده؟ ظهر الورقة مكتوب بالعربي. طيب تمام، اقرا الكلام بقى. مرحبا، من عليه إيجاد هذا الصندوق ومعرفة محتواه فلا بد من تكملة الطريق ولا تراجع فيه، إما الاستسلام يا إما الموت، وفي كلا الحالتين سوف تموت. انظر حولك لكي تجد حل الخريطة. يعني قدرتوا توصلوا لمفتاح الصندوق ولقيتوا الرسالة؟ طب انتوا ما خفتوش؟ لا، بالرغم ان احنا عرفنا احنا بنلعب مع مين وايه ومدى قوته، بس احنا طول عمرنا ما بيهمناش اي حاجة وقلبنا ميت. بس انتوا بتلعبوا مع الشيطان مش مع جن عادي. ده نفس اللي قلناه بعد الرسالة. احنا اتسوحنا يا رجالة. ايه، هنكمل؟ اكيد هنكمل. انت ما سمعتش الرسالة؟ طب هو فين اللي بيقول عليه ده؟ انا مش شايف اي حاجة قدامي. طيب يا شباب، احنا لازم ندور، وكل واحد فينا دور في حتة لحد ما انا لقيت حاجة عبارة عن جلد ضبع مكتوب عليه التعويذة اللي عليها نقوش، وكلها طلاسم ونجوم ورسوم وحيوانات. يا جماعة، انا لقيت حل للخريطة دي. فين؟ بس دي مش بالعربي، دي لغة غريبة. الكلام بدأ يظهر لوحده، وكانت دي ترجمة اللغز. الكلام كان عبارة عن إن الخريطة 4 رحلات، وبموافقتك على الرسالة فلا مكان للتراجع عنها البداية. الرحلة الأولى كانت للإسكندرية. سمعنا صوت من فوق، اتخضينا وسيبنا كل حاجة وجرينا نشوف في ايه.